كان عندي وركين فرخة زي ما انتوا شايفين كده، حطيت عليهم شوية ملح وفلفل وبصل مفروم، تبلتهم شوية، وكان عندي شوية قلوب وكبد صغيرين خالص. حطيت شوية زبدة او سمنة اللي انتوا عايزينه، مع شوية بصل مفروم. ما شاء الله النار هنا مش شايفة حاجة. حطيت شوية الكبد والقلوب بعد ما قطعتهم حبة صغيرين خالص، وبعدين رشيت عليهم ملح ورشيت عليهم كمان فلفل، وكتروا الفلفل شوية لان احنا لسه هنحط رز. حطيت شوية قرفة وشوية 7 بهارات مش كتير، وقلبتهم مع بعض لحد ما اتأكدت ان هما اتشوحوا. بعد كده دلقت عليهم شوية رز، اي نوع رز ده اللي كان عندي موجود دلوقتي. بعدين شوحتهم مع بعض، واول ما ياخد لون هبتدي ادلق عليه ميه سخنه. قد ايه ميه سخنه؟ لحد ما يغطي كده اللي هو ايه الرز، بس يكون لسه الرز باين، يعني زي ما انتم شايفين بالظبط كده، يعني اقل من نص كوبايه. تمام. هقعد اقلبهم مع بعض لحد ما الرز يشرب الميه بتاعته كلها، واول ما يشرب الميه بتاعته هسيبه على جنب يهدى، وابتدي ان انا احشي الوراك بتاعتي. انا بعمل ايه النهارده؟ بعمل الحمام الكداب. طبعا الحمام الكداب بصراحة كنت فاكرة انه هيكون طعمه فراخ عادي خالص، بس بصراحة طعمه تحفة جدا، وياريت تجربوها قبل ما تحكموا عليه وتقولوا ان هو هيطلع فراخ وحوار، وتقولوا ان الفراخ المحشية العادية اسهل. بس بجد بجد طعمه تحفة. ما انا عايزة اقول لكم ان الورك ده انا دقاه شوية علشان يكون ارفع، ما يكونش لحمه تخين واعرف المه. ببتدي احط حبة رز، ما تعملوش زي وتحطوا كتير وتتطفسوا، بس انا بحب رز كتير بصراحة جوه. بس ما تكتروش عن معلقتين 3 علشان تقفل معاكم، لانها غلبتني شويه. ببتدي ان انا الم الرز كده وامسك بالجلد للجلد، وهنحتاج دبارة او خيط، اي حاجة نلم بيها الدنيا كده. حشيت الاتنين مع بعض قلت عشان نخلص. وبعدين هبتدي، انا كانش عندي بصراحة دبارة، وجبت خيط نضيف عادي خالص غسلته وبستخدمه. ببتدي ان انا الف الدبارة او الخيط على الورك كله، رايح جاي رايح جاي لحد ما اتاكد انه خلاص مقفول مش هيتفتح معايا. وكده كده اصلا احنا يعني هنلفه في بلاستيك راب او في الورق اللي هو البلاستيك بتاع الاكل، فما فيش اي مشكله، وهتاكد ان هو مش هيقع اي حاجه في الميه. هنا الورك الفرخة مش كبير قوي، بس لو انتوا الورك الفرخة بتاعكو اكبر من كده الموضوع هيكون اسهل بكتير. لفتها كده بالخيط وابتديت اعمل الاتنين مع بعض. طبعا الموضوع خد وقت، ولكن الموضوع يستاهل بصراحة. يعني مخدش وقت قوي يعني على فكرة. المهم جبت بلاستيك راب، ممكن تستخدموا ألمونيوم، بس مش كويس ان احنا نحطه دايركت كده على الاكل. اخدت البلاستيك راب ورحت جايه لفه الفراخ بتاعتي زي ما انتم شايفين كده شبه البونبوني. حاولت اخليها تاخد شكل الاسطواني او الشكل بتاع الحمام. احنا عارفين ان هو حمام كداب يا جماعه. تمام، عشان محدش يقول لي ده مش حمام ومش شكل الحمام. هي قريبه من الحمام، وطعمه بجد بجد يكاد يكون احلى من الحمام. يعني مش عايزه ابالغ، ولكن انا فعلا فعلا دي احلى طريقه للفراخ انا اكلتها، وهاكلها تقريبا كل يوم يعني من كتر ما هي جميله. عملت الاتنين كده، وهكون محضرة مية سخنة ما فيهاش حاجة خالص، لا ملح ولا فلفل ولا اي حاجة، مجرد مية سخنة. هكب فيهم الاسطوانتين دول بتوع الفراخ. كده كده هي الفراخ مش هتطلع عصارتها في المية، فمش هنعرف نعمل منها شوربة. بس كده طلعتها، ودهنتها شوية زبدة صغيرين خالص عشان تقرمش، ودخلتها الاير فراير. ممكن انتوا طبعا تقلوها في الزيت او في الفرن، هتبقى روعة 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 بجد، طعمها تحفة، لازم تجربوها. متنسوش تعملوا فولو على التيك توك وفولو على الفيسبوك، ولو انتوا على اليوتيوب اعملوا سبسكرايب. اشوفكم الفيديو اللي جاي.